لو مش عايز يخلف تطوعيه ولا لأ؟ وهل صح انك تحطيه في الامر الواقع؟ قرار الخلفة من القرارات المصيرية جدا، وعلشان ناخدها لازم يكون عندنا استعداد تام ليها، وعلشان هي قرار صعب وبيحملنا مسؤوليات كبيرة ممكن احنا ما يكونش قدها. القرار ده بيكون متفق عليه مسبقا وبيكون قرار ثنائي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني حضرتك ما تكونيش متفقين في الخطوبة هتأجلوا الخلفة سنة ولا 2، أول شهر جواز أنا عملت لك مفاجأة هيجيلنا بيبي أنت هتبقى بابي. لا يا حبيبتي دي مش مفاجأة، أنت كده بتخلفي اتفاق أنت وهو، ويتطور لأكتر من كده ويقولك نزلي البيبي. وكمان في حالات بتوصل للطلاق، وبرضه ما ينفعش تكون مرتبط بواحدة أو خاطب واحدة وهتموت وتبقى أم وهي متجوزة علشان كده وأنت عارف، وتيجي تقول لها مش عايز خلفة لمدة 2 أو 3. أنت كده بتخالف رغبتها، وهي هتبقى مضطرة تستحمل وتقاوم رغبتها انها نفسها تبقى ام وتشيل ابنها وبنتها، علشان ده قرار ما ينفعش حد ياخده لوحده ولا يقرره لوحده. لازم اول حاجة بنتناقش فيها في فترة التعارف هي تفكيرنا عن الخلفة والاطفال والمسؤولية. انت تعرفي هو وجهة نظره ايه، وهل بيفكر يأجلها ولا عايز اطفال بسرعة، وهو كمان بيشوف نفس الحاجة، علشان بعد كده تقعدوا مع نفسكم هل الشخص ده متوافق مع رغباتي، وهل اهدافه واحتياجاته نفس اهدافي واحتياجاتي. ومن هنا بيحصل اتفاق ضمني على فكرة الخلف، وعايزين كام طفل، وبين كل طفل والتاني قد ايه. تفاصيل على قد ما هي صغيرة جدا على قد ما هي مهمة جدا جدا، ولازم الطرفين يكونوا متفقين عليها بشكل مبدئي، لان بكل بساطة انت مش هتربي الطفل لوحدك ولا هو هيربي الطفل لوحده. الطفل محتاج اب وام يكونوا قابلينه وحابينه وقادرين على مسؤوليته ويقدروا يصرفوا عليه. دي نقط مهمة جدا عشان تربي طفل سوي، ومن غير الحاجات دي الطفل اللي هتجيبوه مش هيعيش سعيد ولا يحس بالامان ولا الاحتواء ولا الحب ولا التقبل اللي المفروض يحسوا منكم. وبالمناسبة لو انت حطيتيه في الامر الواقع وهو كان رافض ومحدد لك هدفه من البداية، فهو مش ملزم يتحمل مسؤوليتهم معاكي، لان انت كده خالفتي بالوعد. ده ممكن يطفش ويسيب لك الجمل بما حمل. وانت نفس الكلام، ما ينفعش هي هتموت وتبقى مامي ومحتاجة يبقى عندها طفل، ورغم كل الاحتياطات القدر فاجئكم وانتوا الاتنين وحطوكوا في الامر الواقع وبقى عندكوا طفل. ما ينفعش تقول لها لا سوري انا ما كنتش متفق معاكي على ده بقى اسمه عدم تحمل المسؤولية. والطبيعي ان في اول فترة في الجواز تعيشوا حياتكم وتتبسطوا، حتى لو متفقين تخلفوا بدري، اقعدوا 6 شهور عسل اشبعوا من بعض، بعدين هاتوا البيبي وهتبقى عرفتوا طباع بعض. ومن بابها ما ترتبطوش بحد رافض فكرة الخلفة أصلا. وهنا سؤال حلقتنا، تقبلوا ترتبطوا بحد رافض فكرة الخلفة أصلا؟ أنا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.